هل حسيتِ قبل كده إن أنتِ مش عارفة تمامًا إن أنتِ تقولي لأ، وإن كل الناس اللي حواليكِ بيحمّلوا عليكِ بشكل قوي جدًا وأنتِ مش عارفة إن أنتِ تعملي إيه؟ ستات كتير بتحس إنها محتاجة إنها تعمل كل توقعات الناس، كل حاجة الناس اللي حواليها بيتوقعوها أنا لازم أعملها، أنا لازم أتعب، أنا لازم أعمل كل حاجة، أنا ما ينفعش إن أنا أقول لأ، أنا مش من حقي إن أنا أقول لأ. ستات كتير بتفتكر إن هو ده الصح، ما ينفعش أقول لأ في الشغل، ما ينفعش أقول لأ مع أصحابي، ما ينفعش أقول لأ مع جوزي، ما ينفعش أقول لأ لأهلي، ما ينفعش أقول لأ لولادي، أنا لازم أفني حياتي تمامًا وأعمل كل حاجة علشان خاطرهم. لكن في الحقيقة لو أنتِ فضلتِ إن أنتِ تعملي كل حاجة للناس على حساب نفسِك، لو ما حاولتيش إن أنتِ تعلمي نفسِك إن أنتِ إزاي تعرفي تقولي لأ بشكل محترم وبشكل كويس، هتلاقي إن الناس بتيجي عليكِ وهتحسي إن أنتِ مستنزفة بشكل كبير جدًا. الخطوة الأولى إن أنا ما أجيش على حساب نفسي هي إن أنا أبدأ أقول لأ، وأتعلم إن أنا إزاي أعرف أقول لأ بشكل هادي، من غير ما أخسر حقوقي، من غير ما أخسر نفسي، وفي نفس الوقت من غير ما أخسر الناس اللي حواليّا. ومش معنى إن أنا باقول لأ إن ده معناه إن أنا مش مهتمة بالناس اللي حواليّا، أو إن أنا مش باحبهم، أو إن أنا هاستسلم للابتزاز اللي يخلّيني إن أنا أعمل كل حاجة على حساب نفسي. إن أنا باقول لأ للحاجات الغير مناسبة ليّا، ده معناه إن أنا باحترم نفسي، باحترم حدودي، باحترم طاقتي، باحترم وقتي، بيساعدني إن أنا يبقى عندي طاقة أكبر إن أنا أعرف أعمل بعد كده الحاجات اللي المفروض إنها تتعمل للناس اللي أنا باحبها. لو أنتِ بتحسي بمشاعر الذنب لما بتيجي تفكري ان انت تقولي لا على حاجه مش مناسبه، جلسات العلاج النفسي الاونلاين هتساعدك بشكل كبير جدا ان انت تعرفي تتخلصي من الموضوع ده، وان انت تتعلمي بشكل قوي جدا ان انت ازاي تعرفي تقولي لا. وخليكي عارفه كويس ان قلت اللا دي مش معناها ان انا شخص اناني او ان انا ما بفكرش غير في نفسي وبس. مهم ان انا يبقى في عندي لحظات في يومي بفكر فيها في نفسي عشان اعرف ادي الناس اللي حواليا اكبر طاقه ممكنه. لو انت حاسه الموضوع ده صعب عليكي ما تتردديش ولو لثانيه واحده ان انت تاخدي الخطوه دي، وما تنسيش هتلاقي لينك الحجز موجود في البايو.